بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هعمل الكركديه المركز بطريقه كويسه ان شاء الله وسهله. اول حاجه هجيب ربع كيلو من الكركديه واشطفه شطفه، يعني شطفه اشهد عليه بس شطفه سريعه كده، بس عشان لو في عفره ولا اي حاجه تروح. ونص معلقه صغيره ملح ليمون للحفظ، وثلاث كوبايات كبار سكر. تمام، بس هي دي المقادير. وست حطينا 3 كوبايات سكر، هنحط 6 كوبايات ميه بنفس الكوبايه. يلا نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب حله كده وننزل فيها الكركديه اللي احنا شطفناه، ننزل السكر اهو، وبعد كده مش هنحط الملح الليمون دلوقتي، يعني هنسيبه يغلي شويه على النار. بعد كده بعد الغليان نضيف نص معلقه صغيره ملح ليمون. يلا دلوقتي اهو هنحط الحله على النار اهي، ونضيف عليها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا عايزين نزود كمان كوبايه ماشي، مش عايزين خلاص، بس هي كده هتغلي مع بعض وهتتركز ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما سيبناها تغلي اهو، غلت اهو، هضيف عليها نص معلقه ملح ليمون اهي، ده علشان الحفظ. لو مش موجوده نحط نص ليمونه، بس هو الافضل نحط الملح الليمون احسن. ودي تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. هنسيبها يا جماعه تغلي لمده تلت ساعه على الاقل، تلت ساعه مع السكر والحاجات الجميله دي. بعد كده هنسيبها ليله كامله، يعني انا هقفل عليها النار يعني تلت ساعه وهقفل عليها. بعد كده هسيبها ليله كامله تنزل كل العصاره اللي في الكركديه في السكر ده. وبعد كده ان شاء الله بقى يعني بكره الصبح ان شاء الله نصفيها مع بعض واوريها لكم باذن الله. على فكره يا جماعه عايزه اقول حاجه، ان انا ضفت كوبايتين كمان ميه، يعني بدل 6 كوبايات ميه حطيت 8 كوبايات ميه. تمام، بس نسيبها تغلي لمده تلت ساعه ونقفل على النار ونسيبها تبات ليله كامله. وده يا جماعه تاني يوم اهو ركز معايا يبقى جميل قوي. هنصفيه مع بعض اهو، الكولا ونحط فيها اي مصفى عندنا وننزل مركز اهو، مركز جدا اهو. طبعا الورق الكركديه طبعا مش هنرميه، ده لسه دي فيه لسه كل العصاره برضو، هنسيبها لما يصفى خالص خالص. وبعد كده برضو مش هنرميه، هناخده ونحطه في ميه ونعمل بيه شفشق عصير جميل ان شاء الله. بس لازم نسيبها الاول ان هو يصفي كل اللي فيه ده بالمصفى ده، ينزل هنا ان شاء الله. هصفيها وارجع لكم باذن الله. دلوقتي الصف اهو معانا اهو، الورق اهو. الورق طبعا زي ما قلنا مش هنرميه، هناخده في الحله اللي احنا كنا عاملين فيها، علشان هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. ما شاء الله تقيل، اللهم بارك. ونيجي نيجي للعصير بقى. بسم الله. العصير اهو، نقرب الكاميرا شويه. العصير اهو ما شاء الله تبارك الله، اهو ما شاء الله تبارك الله، مركز جميل. نعبيه بقى في ازايز ونحطه في باب التلاجة، نستخدمه بقى طول شهر رمضان. جميل جدا والله يا جماعه، ومفيد كمان. خلص الكميه وارجع لكم. عملناه اهو وعبيناه في ازاز اهو مركز. ودي الورق اللي انا قلت عليه مش هيترمي، هنضيف عليه ميه ونقلب. بسم الله ما شاء الله، كميه محترمه، كميه محترمه. نقلب. بعد كده هيتصفى تاني. بسم الله.
نزلناه كله اهو. هنسيبه برضو لما يتخف اهو. اهو يا جماعه تقيل والله جميل، الورق نفسه تقيل ما شاء الله تبارك الله. هعبيه وارجع لكم. كده عملنا مع بعض يا جماعه احلى عصير مركز اهو زي العسل ما شاء الله تبارك الله. على فكره يا جماعه ده تقيل برده، الورق اللي احنا استخلصنا منه حطينا على الميه طلعنا منه الحلاوه دي تقيل برده. يعني لو حبينا نخففه ماشي عادي مفيش مشكله، لو حابين نشربه كده عادي، بس هو جميل قوي. نيجي للمركز ده بسم الله الرحمن الرحيم نخففه ازاي. نحط شويه كده، نجيب كوبايه نحط فيها شويه كده في القعر تقيله تقيله اهو، نضيف عليها ميه ساقعه عملت معانا كوبايه يعني هتكون عندك جاهزه في الثلاجه على طول، جاهزه في الثلاجه. ونشوف لو عايزه سكر بنحط لها، لو مش عايزه تمام. هتكون جاهزه معانا في باب الثلاجه، نقدر ان احنا نعملها في اي وقت من باب الثلاجه. نحط شويه كده لحد هنا كده من مركزين ونضيفها ميه ساقعه ونشوف نقلب. لو تلاقينا ان هي عايزه سكر تاني ماشي، لو خلاص سكرها مظبوط يبقى خلاص كده تمام قوي. وكده يبقى معانا احلى عصير مركز وبالف هنا وشفا على قلبكم يا رب.